هاي ساندرا، ازيك؟ ازيك عامل ايه؟ النهارده انا جاي لك ب7 حقائق عن العشاء وعايز اتاكد منك هم صح ولا غلط او ايه التفسير بتاعهم. خير ان شاء الله. ابتدي. وجبه العشاء بتزود الوزن؟ وجبة العشاء ما بتزودش الوزن، بس لو هي وجبة صحية، ولو انا بتعشى صحي بس باكل كمان على بقية اليوم او على مدار اليوم صحي، يعني مش مثلا بتغدى مقليات وبعدين اجي بالليل اكل كوباية زبادي، ملهاش معنى. وجبه العشاء لازم تبقى قبل ما انام ب3-4 ساعات؟ يفضل ان انا اتعشى قبل ما انام ب3-4 ساعات علشان جسمي يلحق يهضم وتبتدي الهرمونات بتاعه الشبع والجوع تبقى الدورة بتاعتها منتظمة في جسمي. ولكن لو انا راجع من الشغل متأخر في يوم، مش اخر الدنيا خالص لو اتعشيت متأخر، طول ما انا العشاء بتاعي يا اما نسخة من الغداء الصحي اللي هو خضار وبروتين وشوية رز مفيش مشكلة، او هي كوباية زبادي وشوية سلطة وشوية فاكهة مفيش مشكلة خالص. العشاء لو زبادي معصور عليه ليمونه ده بيحرق الدهون، المعلومه دي صح ولا غلط؟ أسطورة. الزبادي هو وجبة غنية جدا في البروتينات، كمان غني بالكالسيوم. البروتينات من أكتر الحاجات اللي بتدخل جسمنا تشبعنا، سعراته الحرارية قليلة، في بروبايوتكس اللي هي بتغذي البكتيريا النافعة اللي في جسمنا، فهو الزبادي وجبة هايلة فطار وعشاء وكل حاجة. إن احنا نضيف معاه حاجات ده بيزود من المناعة، لأن الليمون فيه فيتامين سي، بس لو خدت الليمون لوحده وكوباية الزبادي لوحده برضه هيشتغلوا ويبقوا زي الفل. مفيش حاجة بتخسسنا، اللي بيخسسنا هو ان احنا ناكل سعرات حراريه قد او اقل من احتياجنا حاجه بسيطه. في ناس مش بتتعشى خالص، بتنام على معده فاضيه وبيقول لك ده برضه بيحرق الدهون، دي اسطوره برضه؟ لا مش اسطوره، لان دلوقتي بقى في مدرسه الصيام المتقطع، فلو هم متبعين مبدا الصيام المتقطع وده ماشي معاهم ونافع مع نظامهم الغذائي، ليه لا؟ البروتين الحيواني كله سواء لحمه او فراخ او سمك ده ممنوع في العشاء؟ ده مفضل جدا في العشاء على فكرة. الفكرة بس ان في ناس ما بتقدرش تهضمه، فلو احنا عندنا مشكلة في الهضم او مشكلة في القولون الحاجات دي بتتعبنا طبعا نبعد عنها، ودي بتختلف من شخص للتاني. ولكن البروتينات مشبعة جدا، فلو حد هياكل مثلا صدر فرخة مشوي بالليل مش هيجوع كمان ساعتين اللي هو قبل ما يجي ميعاد نومه، فده بنفضل. وجبه العشاء لو كانت طبق سلطه كبير جدا فيه كل الفواكه ومتحلي بالعسل الابيض، ده صحي وبيخسسني ولا ممكن يزود وزني؟ السلطة الخضراء هي اللي بتعمل كده مش سلطة الفواكه. الفاكهة بناخدها بالثمرة. فكرة ان انا اكل طبق سلطة فواكه دي فيه بتاع 7-8 ثمرات فاكهة، ده الحقيقة للأسف ممكن يساعد في زيادة وزني، لان الفاكهة فيها نوع سكر اسمه فركتوز، هو في الاخر سكر، ممكن يبقى سعراته اقل، ممكن يبقى مؤشره جلاسيمي اقل، ولكن هو سكر، فانا لازم لما اخد فاكهة اخدها باعتدال. انت بقى قلت الكارثة اللي هتحصل ان انا هزود عليها عسل، طب ليه؟ ما هي مسكرة اصلا. سلطة الفاكهة او الفواكه ما بيتزودش عليها عسل ابدا. لو عايزين تاكلوا فاكهه في العشاء كلوها مع حاجه فيها بروتين، يعني مثلا تاكلوها مع كوبايه زبادي، ويا سلام لو كوبايه زبادي يوناني، كلوها مع علبه تونه من غير نشويات. لازم حاجه تسند مع اي حاجه مسكره هاكلها. طيب اخر سؤال معانا النهارده عن وجبه العشاء، بيقول ان منتجات الالبان سواء الجبنه او القشطه او حتى الجبنه القريش لو كلتها بالليل قبل ما انام على طول كوجبه عشاء بتتعب لي المعده وتعمل تخمر فيها، ده حقيقي؟ لو انا عندي مشكله في المعده او مشكله في القولون ممكن يبقى حقيقي، ولكن ده مش العادي لكل الناس. احنا عادي ممكن نتعشى كوبايه زبادي او شويه جبنه قريش عليهم حبه بركه وشويه سلطه متقطعين كده، يا سلام، وننام عادي بعدها بساعه او ساعتين ومش هيحصل لنا اي مشكله. سريعا عايز منك منيو للعشاء على طول استخدمه عشان ابقى انسان صحي وجسمي مثالي. نتعشى اي حاجه فيها بروتينات زي التونه، زي صدر فرخه، زي بيضه مسلوقه، ومعاهم شويه خضار زي خيارايه، طماطمايه، فلفلايه. يا سلام لو معانا البروتين بتاعنا حته جبنه قريش بدل البروتينات الحيوانيه دي، شويه مشروم متقطعين كده متشوحين، معانا فلفل الوان غني جدا بالفيتامين سي، معانا كمان اي خضار. الفاكهه بس ناخد ثمره او 2 بالليل، وافضل يبقى معاهم كوبايه زبادي علشان يشبعوني بجد وما اجوعش بعد شويه. واكيد هبعد عن اي حبوب، اي بقول، اي حاجه فيها نشويات بالليل استبعدها علشان اقدر اخس بصوره سريعه. بس ده مش معناه ان احنا نقاطع النشويات، انا بس بتكلم في وجبه العشاء لو انا عايزه اخس بسرعه. ساندرا شكرا ليكي جدا. شكرا ليكم.